عاجل تأجيل بداية الترم الثاني لمدة 7 أيام، بقرار رسمي بيان عاجل للتعليم لحسم موعد العودة للدراسة. أصدر وزير التربية والتعليم الفني نهاية الأسبوع الماضي قرار نهائي بشأن موعد العودة للمدارس 2025 وبدأ الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2025. قال وزير التربية والتعليم الفني رد على الاستفسارات الخاصة بموعد العودة للمدرسة 2025 أنها من المقرر بدء الترم الثاني 2025 من 8 فبراير و2025 حتى يوم 5 يونيو، ولا نية لتأجيل بداية الترم الثاني لمدة. وأكد وزير التربية والتعليم الفني أن العودة للمدرسة 2025 موعد بداية الترم الثاني السابق توضيح يسير على جميع مراحل التعليم المخصصة في المدارس الحكومية والرسمية للغاية والخاصة للغاية، مؤكدا أنها معتمدة رسميا من المجلس الإعلامي الأعلى للتعليم قبل الجامعات ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025. وبيان تحديد العودة للمدرسة 2025 موعد بداية الترم الثاني، أكد وزير التربية والتعليم الفني أن إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الترم الثاني 2025 في المدرسة 97 يوم بعد حذف أيام الجمع والأجازة الرسمية، وبعد الكشف عن موعد العودة للمدارس وبدء الترم الثاني. كشف وزير التربية والتعليم الفني عن موعد الامتحانات والمقارنة عقب الطالب المدارس خلال الترم الثاني 2025 من العام الدراسي الحالي 2025، والتي جاء تفاصيلها كلتا. تعقد امتحانات شهر مارس بداية من الأحد 9 مارس وحتى 16 مارس. تعقد امتحانات شهر أبريل بدء من الثلاث 22 إبريل حتى الأربعاء 30 إبريل. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.